شوف، هو عادة انا ما بطلعش اتكلم جد خارج المحتوى اللي انا بقدمه، بس طالما طلعت اتكلم جد اعرف ان ده هيكون اغبى واهبل واهطل فيديو على الاطلاق. خلينا نخش في الموضوع على طول بعد الانترو. ما عنديش حد يعمل الانترو. المهم، اللي خلاني اخرج عن صمتي واعرب عن رايي واكشر عن انيابي هي نوعيه الفيديوهات دي. هقول لك على 3 خطوات لو عملتهم في الفيديو بتاعك هيجو فايرال. لو ما بتستخدمش ال3 هاشتاجات دول ما تستناش مشاهدات على الفيديو بتاعك. لو مش مفعل الحاجتين دول من الاعدادات او السيتنجز على موبايلك ما تستناش ان الفيديو بتاعك ينتشر. لو انت صانع محتوى او شخص ناوي يدخل عالم السوشيال ميديا اكيد دي نوعيه الفيديوهات اللي هتثير انتباهك، وده طبيعي لان في الفتره دي الحاجه اللي هتبقى مسيطره على تفكيرك 24 ساعه في اليوم 7 ايام في الاسبوع. طبيعي جدا لما تقع قدامك الفيديوهات دي تبقى مهتم ان انت تشوفها للاخر وتشوف نصايحهم على امل ان انت تلاقي النتيجه. الناس دي في فيديوهاتها دايما كل اللي بتعمله انهم يحاولوا يفهموك انهم معاهم سر الخلطه بتاع السوشيال ميديا وخوارزميات التيك توك واحداثيات الانستجرام، وهم معهمش اي حاجه. كل اللي هم بيعملوه انهم ينشروا فيديوهات عن انك ازاي تنشر فيديوهات، ومفيش اي حاجه بتنتشر. وده طبعا تفتكر ان انت لو عملت اي فيديو قذر ملوش اي 30 لازمه بس حطيت الهاشتاجز اللي هم قايلين لك عليها المعينه ونزلت في المواعيد اللي هم قايلين لك عليها المعينه وفعلت السيتنجز اللي هم قايلين لك عليها المعينه للفيديوهات بتاعتك هتبقى ترند. وانا هنا جاي اقول لك ان ولا اي حاجه من اللي الناس دي قالوا لك عليها هتحصل، وان السر فعلا في حاجه واحده بس. لو عايز تعرف السر ده ممكن تشترك معايا في الكورس اللي انا بقدمه لك هنا على قناتي على اليوتيوب مقابل فقط 30. انت السبب في ان المحتوى بتاعك ينتشر او لا. ما تقعدش تدور على اسباب بره المحتوى زي المواعيد او الهاشتاجز او الاعدادات. طبعا الحاجات دي ليها تأثير ضئيل جدا، لكن اهم حاجة في ان المحتوى بتاعك ينتشر هو المحتوى نفسه، واهم حاجة في المحتوى هي الفكرة ايا كان نوع المحتوى. وديك بتشوف ناس بتعمل فيديوهات جودتها مضروبة بالنار وفي الشارع وعشوائية جدا، بس لمجرد ان هي فيها فكرة الفيديوهات بتطير. لا بيهتموا بإضاءة ولا بيهتموا بهاشتاجات ولا حتى بيهتموا بمواعيد التنزيل. مواعيد التنزيل مهمة بس هي مش الحاجة الأساسية ولا حتى الحاجة الثانوية، هي حاجة ضئيلة جدا ومكملة للفيديو بتاعك. انا اكتر فيديو فايرال عندي وجايب مشاهدات على التيك توك منزله الساعة 3 الفجر، بس كان في فكرة وجت كده. الفكره كلها في بدايتك ان انت تتعب في المحتوى مش في الحاجات اللي حوالين المحتوى. رقم 2 بقى، ما تخافش، ما تبقاش جبان، ما تبقاش شايف ان مالكش مكان على يوتيوب ولا تيك توك ولا فيسبوك ولا انستجرام ولا كل الابلكيشنز دي، او ان انت روحك مش حلوه او ما عندكش قبول. ماشي يا سيدي، خلينا نمشي وراك. اثبت ده، اثبت ان انت ما عندكش قبول، واثبت ان انت مالكش مكان على السوشيال ميديا بانك تنزل فيديوهات. اعمل مجموعه فيديوهات ونزلهم على السوشيال ميديا وخد القرار ده، وهنشوف من خلال الفيديوهات دي انت ما عندكش قبول ولا لا. اثبت لنفسك ان انت ما عندكش قبول. بس عارف ايه اللي هيحصل وانت بتنزل مجموعه الفيديوهات بتاعتك دي؟ في فيديو منهم هيضرب وهيجيب مشاهدات عاليه، وبعد كده الفيديوهات ممكن الريتم بتاعها هيقع شويه والمشاهدات تقع شويه، بس انت مش هتوقف ساعتها. ليه؟ لانك ادمنت الطريق. انزل الطريق وبعدين نبقى نتكلم في موضوع القبول ومش قبول وان عندك روح ولا ما عندكش روح. وليه واحد صاحبي يعني بس هو ما بيحبش يذكر اسمه، فيعني بدون ذكر اسماء، اسمه عبد الرحمن يسري، قال لي انهي النسبه الاكبر في انك تسجل جول؟ انك تكون وسط الجمهور وانت ما بتعرفش تلعب كوره، ولا تكون جوه الملعب وما بتعرفش برضه تلعب كوره؟ اكيد انك تبقى جوه الملعب حتى لو انت ما بتعرفش تلعب كوره هي النسبه الاكبر في انك تسجل جول. انزل الملعب ونزل الفيديوهات بتاعتك وبعد كده نشوف موضوع القبول ومش القبول والروح الحلوه والروح الوحشه والكلام. وانا طلعت اتكلم في النقطه دي تحديدا لاني ما بحبش اشوف قدامي الكائنات الطفيليه اللي بيعملوا النوع ده من الفيديوهات، لانهم بينموا ويتكاثروا على ايه؟ على جهلك في بدايه الامر. وطبيعي تبقى انت لسه ما تعرفش حاجه عن الموضوع ده، فطبيعي الناس دي تكون بتستغلك. ده كان فيديو عملته اولا عشان تبقى فرصه ان انا اتكلم معاكم كده من غير اي فلاتر، من غير اي كاركترز انا بمثلها، من غير اي حاجه، يبقى مني ليكم كده كاصحاب واخوات مع بعض. اشوف رايكم في الموضوع، الحاجات اللي بتستفزنا دي في الكومنتس، وممكن يبقى دي نوعيه فيديوهات احنا نعملها كمان قدام، نعملها بلاي ليست كده اللي احنا نتكلم فيها مع بعض. بس واشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلامات. مفيش تتر فالفيديو يخلص على طول ولا الليل بس. اهو مفيش تتر، هخرج من الكاميرا ازاي مش عارف، انزل شاشه سوداء بقى ولا اي حاجه. ماشي كده. سلام. معلش انا اسف.